They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do مسا يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا ده فيديو جديد، فيديو النهارده على سكريبت الطياره للعبه كراش فان اكس بت. طبعا السكريبت هيكون شغال على كل المنصات، بس يا ريت تتابع الشرح ده للنهايه عشان هقول لك كام تريكايه. طبعا هو ده السكريبت كراش تي في، وطبعا السكريبت فيه تعليمات، بس ما تنساش اضافه البرومو كود الخاص بينا. طبعا كل اللي عليك اللي انت هتبدا تطلع من الحساب بتاعك، وبعد كده هتيجي على تسجيل، وبعد كده بنقره واحده، وبعد كده هتيجي على كلمة البرومو كود او الرمز الترويجي، وهتبدأ تضيف البرومو كود الخاص بينا او كابيتال ال كابيتال 11. وبعد كده تعلم على الثلاث اختيارات اللي تحت بعض. ولو انت ضايف البرومو كود قبل كده في الحساب بتاعك مش لازم تضيفه. تعال اقول لك مميزات البرومو كود ده. اول حاجة بيديك ضعف المبلغ بتاعك في اول ايداع ليك 100% في الحساب بتاعك. تاني حاجة بيديك نسبة حظ كويسة جدا في الحساب. تالت حاجة بيوزع هدايا عشوائية، بمعنى في اي وقت يمكن تخش الحساب بتاعك تلاقي مبلغ محدد، يمكن 1000 يمكن 2 على حسب البرومو كود، بيوزع عشوائي. بس كده تعال نكمل شرح السكريبت. طيب بعد ما انت تعمل كل الخطوات ديت، كل اللي عليك اللي انت هتبدا تضغط على الابليكيشن، هيبدا يفتح معاك بالواجهه ديت. وطبعا لينك التحميل هتلاقيه في اول تعليق على التليجرام. هيبدا يفتح معاك بالواجهه ديت، بيبدا يطلب منك اي دي وبيطلب منك باسورد للسكريبت. كل اللي عليك اللي انت هترجع كده للحساب بتاعك، وتيجي على القائمه، وبعد كده التيرس، وبعد كده السحب، وهتبدا تاخد الاي دي اللي انت هتبدا تلعب بيه، ده هو الاي دي الخاص بالحساب بتاعك بالشكل ده. تبدا تاخده نسخ، تمام. وبعد كده هترجع تاني للابليكيشن، وهتيجي كده تحط الاي دي في اول خانه، تمام. وعندك تحت كده هتبدا تضيف الباسورد، هتضغط على ادد برومو كود، هيبدا يقول لك نسخ الباسورد، هتبدا تضيفه هنا، تمام. اول ما تضغط على الكلمه ديت هينسخ معاك الباسورد اللي هو نفس البرومو كود اصلا. وبعد كده تضغط على سجن اب اللي هو دخول. طبعا ده شكل السكريبت يا شباب، طبعا شكل باهر حرفيا، يعني شكله جميل جدا. يبدا يفتح معاك بالواجهه ديت. طيب عشان تكون فاهم، في اساسيات في السكريبت اللي هي استخدام معلومات ضغوطات، لازم تقرا الكلام ده عشان تفهم استخدام السكريبت، تمام. وطبعا يا صديقي الدائره اللي باللون الاحمر ده التضحيه، والدائره اللي باللون الاسود ده الوسط، تمام. ده اللي هنبدا نلعب بيها. وخليك فاهم ان السكريبت بيقول لك تسحب على اكس كام، مش بيبدا يقول لك الطياره هتفرقع على اكس كام. خليك فاهم الحته ديت، السكريبت بيقول لك هتسحب على اكس كام، مش هيقول لك الطياره هتفرقع على اكس كام، تمام. وعندك هنا بقى الاستخدام، لازم تقرا المعلومات ديت. وعندك هنا المعلومات هتبدا تعرفك تلعب الساعه كام. وعندك هنا الضغوطات هتبدا تقول لك نسبه نجاح السكريبت مظبوطه او لا، لان الاستخدام لما يكون تقيل على السكريبت بيقلل نسبه نجاحه. كل اللي عليك اللي انت هتبدا تضغط على الدائره اللي باللون الاسود ديت، تمام. ده كده انت اخترت السكريبت على الوسط، تمام، اللي هو يشتغل معاك على الدائره الوسط، يعني مش لازم التضحيه زي ما انا قلت لك. وبعد كده هتخليه على النافذه العامه بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا انا عارف ان ميزه النافذه العامه ديت مش في معظم الاجهزه، فعادي العب بجوز موبايلات، تمام. بعد ما تخش وان اكس بت هتبدا تعدل مقاسات السكريبت، وهتبدا تلعب تخش لعبه كراش بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب عشان تبدا تشغل السكريبت، كل اللي عليك والبدايه او الدور لما يبدا كده هتبدا تضغط على بدء جوله، تمام. وبعد كده تحط المبلغ بتاعك لحظه. طبعا انا مش لحقت الدور ده، السكريبت قال لي اسحب على الاكس 3، بس انا ملحقتش الدور ده لان انا كنت بتكلم. بس زي ما انت شايف السكريبت قال لي اسحب على اكس 3، وهي فعلا عدت اكس 3 بالشكل اللي انت شايفه ده فوق ال3، والسكريبت قال لي اسحب على اكس 3. طيب هبدأ اعمل جولة جديدة اعادة، وبعد كده ابدأ جولة. قال لي اسحب على 1.5 او 31، 1.30. هبدأ اسحب على 1.30 بالشكل ده زي ما انت شايف كده. مالكش دعوه بقى هي طلعت او نزلت، ده حاجه مش تخصك. المهم ان انت تكسب، المهم ان انت تعمل ربح، مش ليك دعوه بقى لو انت سحبت بدري وهي عدت الى 20، ده حاجه مش تخصك. دلوقتي السكريبت كان عامل احتمال اللي هي تفرقع بدري، فمش تبص للزياده، يعني خليك مع السكريبت واحده واحده. طيب نبدا نستنى الدور الجاي. زي ما انت شايف كده فرقعت على 20، هنبدا نعمل اعاده بالشكل ده. وبعد كده بدء جولة، قال لي اسحب على 1.5، هبدأ اضيف مبلغ واسحب على 1.5. طيب لحظة، على 1.5 هي فرقعت تحت 1.5 بسيكة، بس مش مشكلة، هو كده اعتبر اداني التخمين صحيح. هبدأ ازود المبلغ بتاعي واعادة، وبعد كده وضع الرهان. طبعا انا بلعب في وقت مختلف اصلا من اوقات السكريبت، تمام، لان انا المفروض اصور دلوقتي. زي ما انت شايف كده قال لي اسحب على 1.6 او 67،
سحبت على الواحد 67، خدتهم 19,000 جنيه. طبعا لما تخسر دور يا صديقي من طريق السكريبت ده ابدأ ضاعف المبلغ بتاعك. زي ما انت شايف كده بدأت اعمل اعادة، وبعد كده هضيف 5000 جنيه، وبعد كده هعمل بداية. قال لي اسحب على الاتنين الا، هحط 10,000 جنيه وهبدأ اسحب على الاكس 2 او هسحب على الواحد بوينت 90 زي ما السكريبت قال لي. تمام تمام تمام، كويس كده سحب كويس اوي اوي اوي، كسبت برضو مبلغ كويس. فانت امشي مع السكريبت واحده واحده، لما تخسر دور ابدا ضاعف المبلغ بتاعك والعب في الاوقات المحدده في السكريبت. انا طبعا كسرت الوقت وبلعب في وقت مش محدد اصلا في السكريبت، فبرضو شغال. المهم زي ما انت شايف كده عملت اعاده، وبعد كده احط 1000 جنيه لان انا كسبت كام دور ورا بعض، وبعد كده وبعد كده احط ال1000 جنيه. قال لي اسحب على الواحد بوينت 30. تمام كويس، سحبت على الواحد بوينت 30، فرقعت فعلا بدري، انا سحبت قبل ما تفرقع. طيب هعمل اعادة، بس هحط 1000 جنيه وبعد كده اعادة وبعد كده زي ما انت شايف كده. قال لي اسحب على ال2.5. تمام عادي، ابدأ استنى لما تيجي ال2.5 دي، يمكن تفرقع بدري اصلا. تمام فرقعت كويس، هبدأ بقى اضاعف المبلغ. تمام، يعني السكريبت لما يخسرك دور واتنين اعرف ان السكريبت هيديك يعني هيديك اكس جامد. زي ما انت شايف كده اداني اكس 6، هحط 3000 جنيه وهبدأ اخدها على اكس 6. لما تخسر من السكريبت مرة واتنين السكريبت بيبدأ يقرا معاك خوارزميات اللعبة. تمام زي ما انت شايف كده، بسم الله. ادي 4، ادي 5، ادي 6 سحب. يعني هو دلوقتي اداني دور جامد جامد بصراحة. يعني هو قال لي اسحب الدور ده على اكس 6، ففعلا هو ضحى معايا الدور ده لان هو خسرني دورين، فبالتالي خلاني اسحب في دور عالي. المهم زي ما انت شايف كده يا صديقي، وهو ده استخدام السكريبت جميل جدا. وزي ما انتوا عارفين يا اصدقائي السكريبت مجانا، وكل السكريبتات الخاصة بينا مجانا، وهسيب لك لينك تحميل السكريبت ده في القناة الخاصة بينا على التليجرام في اول تعليق. زي ده صديقي، تعالى بقى اوريك السكريبت الجديد اللي انا شغال فيه بقالي فترة، وهبدأ بإذن الله انزله الفترة الجاية ديت. طيب بص يا صديقي، طبعا السكريبت ده الجزئي اللي انا اتكلمت عليه على التليجرام. طبعا السكريبت هيكون فيه تحليل ونتائج عن الدور اللي انت هتبدأ تلعبه، فبالتالي نسبة نجاح السكريبت ده هتكون رهيبة. بس انا لسه شغال في السكريبت. طبعا عندك السكريبت التاني اللي هيبدأ ينزل وراه على طول، يعني الشغل هيكون دمار بإذن الله. زي ما انت شايف كده عندك 4 اقسام، وطبعا دي حاجة غير السكريبتات اللي انا بنزلها، فانا مش ينفع اعلن عليها دلوقتي. تمام، لما يجي الموعد هبدأ اقول لك الحاجات ديت بتبدأ تعمل ايه، تبدأ تكسب ازاي. هتلاقيها مختلفة عن كل السكريبتات اللي انا نزلتها قبل كده. وما تنساش الانضمام على قناتنا على التليجرام. طبعا اي سكريبت جديد ببدأ انزله على التليجرام، زائد ببدأ اقول لك على ثغرات وانا اكسبت، وببدأ اقول لك الوقت اللي هتبدأ تلعب بيه، وبقول لك حاجات كتيرة تفيدك في التليجرام الخاص بينا. وبس كده يا شباب، اشوفك في فيديو جديد. سلام يا صديقي.